السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الإنجليزية. ان شاء الله هناخد النهاردة مقارنة الصفات. نبدأ على بركة الله. مقارنة الصفات هنقسمها يا شباب لجزئين: المقارنة والتفضيل. الجزء الأول مقارنة الصفات القصيرة، مقارنة الصفات القصيرة اللي هي short adjectives. زي ايه يا شباب؟ عندي الصفات القصيرة مثلا زي tall، زي short، زي big. تمام. حالة المقارنة في الصفات القصيرة بعمل ايه؟ بجيب الصفة بضيف ليها er وبعد كده the. يعني ايه الكلام ده؟ زي مثلا وليكن منى is shorter than مثلا سماح. ادي short اللي هي صفة قصير او قصير. تمام. ضفت ليها اي ار بقت shorter، اقصر من shorter than، وادي than نزلت. منى is shorter than سماح. ممكن مثال كمان وليكن علي is stronger than وليكن مثلا أحمد. يبقى علي أقوى من أحمد. يبقى strong حطيت لها er بعد كده الصفة بعدها er وزان. تمام يا شباب؟ دي مقارنة الصفات القصيرة. بجيب الصفة أحط ليها er بعد كده than. طيب. هننقل هنا يا شباب. خلصنا المقارنة بتاعت الصفة القصيرة. هنروح للتفضيل. تفضيل الصفات القصيرة. تمام يا شباب؟ برضو short adjective. هعمل ايه؟ هنجيب ذا، نحط ذا بلس الصفة بلس اي اس تي. يعني ايه الكلام ده؟ احمد is the tallest boy in the class. أحمد أطول ولد في الفصل. جبت tall الصفة tall قبلها the بعد كده في est. the tallest الأطول هو أطول ولد في الفصل، يبقى أنا هنا بفضله في صفة الطول. تمام. وليكن مثلا منى is the cleverest girl I have ever seen. I have ever seen. هي أكتر بنت ذكية أنا شفتها في حياتي. يبقى clever قبلها ذا وضايف ليها est. تمام يا شباب؟ يبقى عندي هنا ذا والصفة و est the cleverest. في مشاكل يا شباب؟ يا رب إن شاء الله يكون الشرح واضح.
هندخل على مقارنة الصفة الطويلة. مقارنة الصفة الطويلة بقى احنا هنا أخدنا مقارنة الصفات القصيرة والتفضيل في الصفات القصيرة. هندخل على مقارنة الصفة الطويلة. more زائد الصفة plus than هي أكثر من أو less plus الصفة أو الadjective plus than. more أكثر من، less أقل من. هناخد example على الكلام ده، وليكن my car is more expensive than your car. عربيتي أغلى من عربيتك، يبقى السيارة بتاعتي تكون أكثر غلاء من سيارتك. تمام؟ أو مثلا سهى is less beautiful than شيماء. less beautiful than أقل جمالا من. يبقى عندي هنا في مقارنة الصفات الطويلة بحط الصفة بين more و than أو less و than. ماشي يا شباب؟ أتمنى الشرح يكون واضح. طيب هنروح للتفضيل في الصفات الطويلة. بتبقى شكلها عامل ازاي؟ برضو هنا ليها شكلين، the most plus الصفة أو الادجective أو the least plus الادجective. تمام؟ الادجective هنا طبعا adjective طويلة زي expensive زي beautiful زي popular. تمام يا شباب؟ football is the most popular game in Egypt. كرة القدم هي أكثر لعبة محبوبة فين في مصر أو شائعة في مصر. تمام؟ يبقى football is the most popular اللي هي الصفة. this meal هذه الوجبة is the least expensive meal in the restaurant. عندي the least والصفر. هي الوجبة دي هي أقل وجبة غلاء في هذا المطعم أو في المطعم. تمام يا شباب؟ أتمنى الأمور تبقى واضحة. في عندنا بعض الصفات الغير منتظمة لما باجي أعمل لها مقارنة أو تفضيل شكلها بيتغير شوية عن القواعد اللي أنا لسه شارحها دلوقتي. هناخد بعض الأمثلة عليها. عندي مثلا وليكن good في المقارنة بتبقى better than. وفي التفضيل بتبقى the best. طيب عندي ايه تاني؟ ممكن bad بتبقى worse than وبتبقى في التفضيل the worst.
ايه تاني؟ عندي little اللي هي قليل، تبقى less than أقل من، وفي التفضيل بتبقى the least. عندي many أو much أو a lot of. التلاتة دول بيبقى في المقارنة more than، وفي التفضيل بتبقى the most. late تأخر، ممكن تبقى later than t واحدة، وممكن تبقى double t later than، وفي التفضيل بتبقى the latest أو the last. عندي برضو far، ممكن تبقى far هنا ليها معنيين، وليكن بعيد للمسافة هتبقى farther than بالA، أبعد من farther than، وفي التفضيل هتبقى the farthest. طيب far دي ممكن تبقى بمعنى بعيد أو كتير للكمية، تمام. هتبقى farther باليو farther than أو the farthest باليو برضو. احنا اخدنا يا جماعة مقدمة كده عن مقارنة الصفات. طبعا في حاجات في المقارنات وفي التفضيل للمستوى المتقدم في اللغة، بس احنا حاولنا بقدر الامكان ان احنا نشمل القواعد اللي هي الشائعة واللي معظم طلبة المرحلة الابتدائية لان هي دلوقتي موجودة في المرحلة الابتدائية في الصفوف الخامس والسادس، ومراحل الإعدادي كلها، ومرحلة الثانوي برضو بتستخدم القواعد دي. فإن شاء الله أتمنى الشرح يكون فاد الجميع. لو أول مرة تشوف الفيديو على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو عشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.